لبست مخالفة. صبح ده الجمعة عندي شغل، بس نازل بدري الأول عشان لبست مخالفة أروح أدفعها الأول. مخالفة قطع إشارة بالغلط، بس بصراحة استاهلها. اتعلمت منها درس بغض النظر عن هو ايه الدرس، بس اتعلمت الدرس بالطريقة الصعبة. هروح أدفع المخالفة وبعد كده أروح الشغل، أركن العربية، بعد كده أصلي وأرجع أروح الشغل. معلومة كده على السريع عشان بس الناس تبقى عارفة ايه هو جو واشنطن. امبارح درجة الحرارة كانت 83 والجو شمس ولذيذ وحلو وكل حاجة. النهاردة الدنيا مغيمة، توتالي مغيمة، ما فيش شمس خالص، ودرجة الحرارة 51. امبارح 83 والنهاردة 52. موضوع غريب وجديد عليا، جديد عليا قوي يعني. هو حلو ان انت تقعد تتشقلب كده ما بين ده وده، والاحلى كمان ان الاجازه بتوعي كانوا جو شمس وحلو، عرفت اعمل اللي انا عايزه ومفيش حاجه قدرتني. النهارده بقى انا رايح الشغل الدنيا ممطره، ما عنديش مشكله، ما يخصنيش. برضه بتمطر ميستنج، اللي هو عارفين السبراي اللي بيبقى خفيف قوي ده، بيرطب كده خفيف قوي. خليني اوريكم نقط الميه عامله ازاي. فده حلو مش وحش، ما يضايقش يعني. قربت اوصل اهو. مكان اسمه طويل شويه بس اخره في كلمه كورت، فمش عارف هي دي محكمه فعلا ولا. خلينا نكتشف. عامل زي مجلس الحي او حاجه كده. ليك فورست بارك سيتي هول، المدينه اللي انا لبست فيها الانفراكشن. انفراكشن معناها مخالفه، دي كلمه جديده اتعلمتها النهارده. ننزل بقى نشوف ايه القصة دي. طلعوا قافلين النهاردة مش عارف ليه، مع انهم كاتبين عادي ان هم 2 للجمعة. نوت كده على الباب كاتبين ان هم قافلين النهاردة. نتوجه دلوقتي للشغل عشان نركن العربية والصلاة.